صباح الخير او مساء الخير حسب انتوا تسمعوني امتى. النهارده هاخدكم جوله صغيره كده معايا في الفجاله، عشان عارفه ان انتوا دلوقتي هتبقوا عايزين تجيبوا الادوات بتاعه الكليه. انا كنت راكبه جرين باص، كان من عندي من اكتوبر وحدائق والحاجات دي كلها بيودي لحد رمسيس. وممكن لو انتوا تعرفوا تركبوا مترو، بتركبوا مترو رمسيس وهو بيوقفكم عند الحته دي اللي انا جايبها لكم اهو. ده المترو بيطلعكم عنده، دي الحته اصلا اللي انا واقفه فيها. وانا في حاجات كتير مش مسرعاها في الفيديو عشان تعرفوا توصلوا بالظبط للاماكن اللي انا روحتها. خلينا متفقين ان الفجالة بتبقى محتاجة ان انتوا آم، تسألوا في كذا مكان، ما بتروحوش لمكان واحد بالظبط. ده الشارع الرئيسي بتاع الفجالة. انا مشيت على الشارع الرئيسي دي على طول، مشيت شمال في يمين هتشوفوا. المهم ان انا عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي موجوده على اليمين دي وكل المستلزمات بتاعه المدارس بالنسبه للمكاتب اللي في اكتوبر والمكاتب اللي انا شفتها هي ارخص فعلا بكتير. بس خلينا متفقين ان اي حد كليات فنيه، اللي هو فنون تطبيقيه، فنون جميله، الحاجات بتاعه الادوات بتاعه الالوان بتاعتنا، المساطر، الحاجات دي كلها نادرا لما هتلاقوها في كل المكتبات. مفيش غير مكتبتين تلاتة مثلا اللي لقيت فيهم الحاجة واللي سألت عليهم الأسعار وقلت لكم الرينج، يعني هقول لكم على مدار الفيديو الرينج بتاعها. المهم ان في اخر الشارع ده هو اول حاجة هنبدأ بيها، وهو اكتر حاجة بقى عايزاكم تعملوها وتاخدوا بالكم منها، وهو الورق. الورق ده من اكتر الحاجات اللي هتستخدموها في الكليه، ومن اكتر الحاجات اللي هتبقى غاليه عليكم على فكره، لان هي اكتر حاجه بتجيبوا منها كتير. ورق الكانسون دلوقتي السكتش بقى ب90 جنيه، وفي بقى ب100، وارقام كده جميله. وده اصلا اقل مقاس، يعني ده المقاس ده مش ده اللي انتوا هتحتاجوه طول الوقت. ف يعني نصيحه مني، لما هتروحوا يا اما سوق الورق يا اما هتروحوا الفجاله. هوريكم مكتبه دلوقتي هي اللي بتبيع الورق ده، روحوا اشتروا منها، اسعارها حلوه قوي برضو، وهتوفر معاكم كتير جدا. يعني انتوا ممكن عشان عدد هتجيبوا عدد كبير، وممكن تجيبوا عدد ل3 سنين ولا ل4 سنين ولا ل5 سنين بتوع الكليه، ممكن تجيبوا عدد كبير. انا نزلت مره سوق الورق، جبت يعني جبت مره واحده بس، فضل معايا لحد يعني عايزه اقول لكم لحد تقريبا يعني من سنه، يعني فضل معايا حوالي 4 سنين. المكتبه اسمها مكتبه قراره. وعلى فكره في الفجاله كلهم عارفين بعض، فانتوا لو قلت لهم المكتبه فين هيقولوا لكم دي اسعار الحاجه كلها. اسعار الورق، انتوا بيجيبوا الفرخ لو اشتريتوا اكتر من 25 فرخ بيبدأ يحسبوه لكم بأقل. الورق في اكتوبر الافرخ عندهم على فكرة الوان وحاجات كتير من الورق يعني. الورق الافرخ بتاعتهم بتوصل في اكتوبر، في بيبيع ب35 الفرخ، وفي بيبيع ب30 الفرخ حاجات جميلة. وعنده كمان حتى الورق بتاع الرسم الهندسي اللي هتحتاجوه في اعدادي. سألت بقى على المكاتب اللي عرفت الاقي فيها الوان الخشب والوان البوستر. لقيت ان فابري كاسل ب35 الصغيره خالص، وب70 وب110 اللي هي 24 لون. والوان البوستر كانت ب75 الصغيره، 150 الكبيره. المكتبه دي اسمها مؤسسه الحكمه في اخر شارع الفجاله. المكتبه دي فيها حاجات او اغلب الحاجات بتاعه كليه فنون، واسعارها لطيفه. اما مثلث ارسطو بقى كان ب270، اللي هو الروترينج اللي هو العادي اللي احنا بنجيبه بقى، تقريبا كان ب50 ب60 حاجه كده. الوان المايه دي بديل لفان جوخ حلوه قوي، كانت ب140، والكبيره ب420. اقلام اليوني بين دي كانت ب35 القلم. وفي بينها البدايل، انا جبت حتى منها بديل كان حلو قوي ب10 جنيه عادي جدا. اللي انا ماسكاه ده كان ب10 جنيه، واللي جنبه ب30. اما المسطره الحرف التي لقيتها ب370، اللي هي 80 سنتي، ال120 كانت ب470. عايزه اقول لكم انه ما تجيبوش من المكتبه، يعني دي سمير وعلي لقيتها ارخص، لقيتها ب350. ودي الالوان الجواش كلها باسعارها. فان جوخ وصلت ل750، بس ملناش دعوه بدي يعني، بس انا بوريكم الالوان الجواش. دي الحاجات اللي انا عرفت اجيبها. بصوا بقى ده هنزل لكم ريلز على الانستجرام موجود فيها الحاجات دي، كانت حلوه جدا. فما تنسوش تدخلوا تشوفوها على الانستجرام. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير زي دي. ولو عجبكم الفيديو عايزاكم تقولي في الكومنتات عشان نعمل حاجات زي دي كتير. كام؟ 75. لا